لقد أغضبنا الرب. ليه منتخب رومانيا كله صبغ شعره باللون الأصفر في مونديال 98؟ في مونديال 98 حققت رومانيا انطلاقة مذهلة بانتصارين على كولومبيا وانجلترا، وبعدين أصابتهم لعنة بيطلق عليها لعنة الصبغة الصفراء. رومانيا كانت هتلاعب تونس وهي ضامنة التأهل لدور ال 16، بس في المباراة اتفاجئ العالم إن كل لاعيبة المنتخب الروماني صابغين شعرهم باللون الأصفر، وده لأنهم كانوا عاملين رهان لو خدوا 6 نقط من أول ماتشين المدرب يحلق شعره، أما اللعيبة فكلهم يخلوا شعرهم أشقر. اتعادلوا مع تونس وتأهلوا لملاقاة كرواتيا في دور ال 16، بس بعد التعادل المدرب اتشائم وتوسل للاعيبته إنهم يرجعوا يغيروا لون شعرهم تاني لاعتقاده إن ده هيأثر على نتيجة مباراتهم قدام كرواتيا، لكن اللعيبة رفضوا. وفي دور ال 16 خرجت كرواتيا رومانيا من المونديال، وصرح المدرب أنخيل يوردانيسكو وقال لقد أغضبنا الرب. وبرغم إن المشهد بتاع اللعيبة وهم واقفين كلهم جنب بعض ولون شعرهم أصفر بقى مشهد أيقوني في تاريخ كرة القدم واستخدم حتى ساعتها في لعبة البلاي ستيشن، إلا إن لعنة الصبغة الصفراء فضلت مستمرة مع منتخب رومانيا، ومن يومها لحد النهاردة ما تأهلوش لكأس العالم.